عمرك فكرت لو الناس هتفتكرك بحاجة واحدة بس تحب تكون إيه؟ في أواخر الخمسينات معظم شركات العربيات كانت بتنافس على كل حاجة: القوة، السرعة، الرفاهية. لكن فولفو كانت شايفة إن في معركة أهم. فولفو لاحظت إن أحزمة الأمان في العربيات وقتها كانت مجرد حزام على الوسط، والحوادث كانت في الغالب كارثية. وفي 1959 فولفو وظفت نيلز بونن مهندس طيران سويدي، وبعد شهور من الشغل نيلز طور تصميم ال 3 بوينت بيلت، حزام بيمر على الحوض وحزام بيمر على الكتف والاتنين بيقفلوا بإيد واحدة. وده هو نفس الحزام اللي كلنا بنستخدمه حتى يومنا هذا. فولفو سجلت براءة اختراع وكان من حقها تحتكره، لكن إدارة فولفو خدت قرار فتحت براءة الاختراع لكل شركات العربيات حتى المنافسين وبالمجان. والنتيجة، الاختراع ده أنقذ أكتر من مليون إنسان. لكن ده ما كانش أكبر مكسب لفولفو. القرار ده خلى كلمة واحدة تلزق في اسم فولفو للأبد. في كل مرة حد بيربط الأمان بالعربيات بيفضل اسم فولفو هو أول اسم بيجي في دماغه. فولفو خسرت مليارات، لكنها كسبت عرش الأمان لمدة قرن قدام. أول مرة سمعت القصة دي افتكرت إن الحركة دي كانت حركة إنسانية من فولفو، لكن لما دورت أكتر اكتشفت إنه كان أذكى قرار بوزيشننج في تاريخ السيارات. فولفو استبدلوا احتكار الاختراع باحتكار معنى كامل. وساعتها فهمت إن البوزيشننج مش إنك تطلع تقول شعارات وتفهم الناس أنت مين. البوزيشننج إنك تاخد موقف يخلي الناس ما يعرفوش يفتكروه غير بالحاجة دي. فولفو ما كانتش أول شركة تتكلم عن الأمان، لكنها بالفعل كانت أول شركة تطلع تقول للسوق كله إن حياة الإنسان أهم من المليارات، وبكده خلت الأمان يبقى جزء من هويتها. وعشان كده